ايه يا اداره الاهلي، هتقولوه دلوقتي ولا لسه في حاجات تانية مستنيين ان كولر يخسرها قدام؟ بعد الاداء المزري وبتدافع طول 90 دقيقه على ملعبك، اقاله مارسيل كولر اصبحت امر حتمي. لازم اداره الاهلي تمشيه النهارده قبل بكره، وده الكلام اللي احنا قلناه من اكتر من شهر، ان مارسيل كولر لازم يمشي، لازم يرحل. بيقدم مستوى زي الزفت. خلاص هو شطب مع النادي الاهلي، مش هيضيف جديد للنادي الاهلي. جاب 11 بطوله للنادي الاهلي، شكرا يا سيدي متشكرين، بس اكتر من كده مش هيضيف حاجه يا جماعه. دمر لعيبه كتير واللعيبه ما بقتش عندها ثقه فيه. الفريق اتدمر حرفيا لما تقعد 90 دقيقه تلعب قدام سان داونز، قدام اكتر من 60 الف متفرج، وفي الاخر يدخلوا فيك جون في الدقيقه 90 عشان انت بتلعب بطريقه عقيمه وبتدافع طول ال 90 دقيقه. يا جماعه في ايه يا جدعان؟ من امتى النادي الاهلي بيلعب الكره دي يا جدعان؟ من امتى النادي الاهلي ما عندوش شخصيه وهو بيلعب على ملعبه يا جدعان؟ يا جدعان سان داونز مش زي السنه اللي فاتت. انا ما اعرفش الصراحه الاداره لغايه دلوقتي ساكت على مارسيل كولر ازاي. حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي.